اللي في الصورة دي اسمها فرحانة. فرحانة عشان تنتقم من جوزها وتضايقه قررت انها تتجوز عليه راجل تاني، فبقت فرحانة متجوزة راجلين في نفس الوقت. والقصة دي انتهت نهاية دموية، والخبر اتنشر في جريدة مصرية يوم 3 فبراير سنة 1935. القصة بتبدأ مع فرحانة بنت ريفية عادية جدا، من وهي صغيرة بتحب ابن الجيران واللي كان اسمه السيد. السيد كان شاب ريفي ورفيع وما كانش الشخص القوي اللي فرحانة كان نفسها فيه، بس هو ده اللي كان قدامها من ساعة ما كبرت وابتدت تحب. السيد وفرحانة كانوا عايشين عشان يبسطوا بعض بس، وكانت علاقتهم جميلة جدا. وفي يوم راح السيد لابوه قال له انه عايز يتجوز فرحانة. ساعتها ابوه رفض وقال له انه لسه صغير وانها مش هترضى بيه، وهو ما حلتوش حاجة وهيصرف عليها منين، ولو خلف هيصرف على عياله ازاي. السيد قال لابوه انه هينزل يشتغل في الارض، مع انه كان رافض يشتغل فيها، بس قال له انه هينزل يشتغل عشان فرحانة وعشان يجمعهم بيت سوا. وساعتها ابوه وافق وحس ان السيد فعلا بيحب فرحانة، وراحوا تقدموا لفرحانة. وبما انهم جيران فالموضوع كان بسيط بين العيلتين، رتبوا كل حاجة بسرعة واتجوزوا فعلا بعدها بشهر في شقة من شقق عمارة الحاج ابو السيد. في اول الجواز كانت علاقة السيد وفرحانة كويسة جدا، وما كانش فيه غير المشاكل البسيطة اللي بين اي اتنين متجوزين. بس كان فيه مشكلة عند فرحانة، وهي ان السيد ما كانش الراجل القوي اللي هي عايزاه في كل حاجة، بس كانت بتحبه فكانت مستحملاه عادي ومش بتقوله عشان ما تجرحوش او تقلل من رجولته. والسيد كان عنده مشكلة ان فرحانة ما بقتش مهتمة بنفسها ولا مهتمة بالسيد نفسه، وفضلوا مستحملين عادي جدا عشان بيحبوا بعض لحد ما فرحانة حملت. وكانت فترة الحمل بالنسبة للسيد أسوأ فترة في حياته، وبعد ما عدت الفترة دي ولدت فرحانة، السيد كان فاكر ان دي اخر مرحلة وحشة في حياته، خصوصا ان شخصية السيد انه ابن ابوه الوحيد، ومن وهو صغير ما كانش عنده اي تحمل للمسؤولية، واتجوز كمان في سن صغير. بعد ما فرحانة ولدت بكام شهر حملت تاني، ودي كانت ضربة اقوى للسيد اللي كان بيختفي كتير جدا وما بيقعدش مع مراته خالص، وبيسيبها بالاسبوع وما بيقولهاش هو كان فين. حتى يوم الولادة التانية ما كانش موجود ولا كان بياخد باله من ابنه اللي لسه مولود. ولما ولدت فرحانة جه السيد وقال لها انه هيسافر كام يوم القاهرة عشان احتمال يشتغل هناك، وفضلت فرحانة عند امها في البيت، والسيد غايب عنها بقاله شهر، لا حس ولا خبر ولا حد عارف هو فين. القلق ابتدى يزيد عند فرحانة وعند اهله، وخافوا لا يكون حصل له حاجة. نزل ابو السيد يدور عليه في القاهرة ويسأل في مراكز الشرطة والمستشفيات، والسيد ملوش اثر. فرحانة ابتدت تبقى كويسة وبقت تقدر تقوم وتتحرك، ونزلت تدور في البلد وتقول للناس على القهاوي والبياعين على السيد جوزها، وقالت لهم ان اللي يشوفه يجي بيت الحاج ابو السيد. لحد ما في يوم جت واحده اسمها خضره لفرحانه وقالت لها انها شافت السيد جوزها في قريه جنبهم وهو شايل اكل وطالع شقه، وقالت انها شاكه فيه وعرفت مكان الشقه. وفعلا قامت فرحانه لبست وحطت الاشارب على شعرها ونزلت معاها وراحوا القريه اللي جنبهم، وراحوا العماره وكان في راجل قاعد تحت بيحرس العماره. راحت له فرحانه وقالت له انها عايزه تطلع للسيد بيته. الراجل قال لها انهم اكيد قرايب العريس او العروسه وجايين يباركوا لهم، وقال لهم انه مستغرب قوي ان محدش جه زارهم لحد دلوقتي من قرايبهم. وطلع الراجل مع فرحانه وخضره وخبط على باب الشقه، وفتحت واحده جميله جدا الباب، واول ما شافتها فرحانه زقتها ودخلت الشقه، وفضلت تدور على السيد لحد ما لقيته في اوضه النوم قاعد. واول ما شافته فرحانه سالته هو بيعمل ايه هنا ومين الست اللي بره دي؟ قال لها السيد انها مراته. فرحانه قالت له ازاي امال انا ابقى مين؟ فالسيد قال لها انت مراتي برضه. انهارت فرحانه وفضلت تلومه وتساله ليه عمل كده. السيد قال لها انه كان عايز يحس انه عريس مع واحده مهتمه بنفسها وتعرف تبسطه. واستفز السيد فرحانه من كتر بروده وقامت وفضلت تحدف عليه الحاجات اللي في اوضه النوم لحد ما دخلت خضره ومرات السيد الجديده والراجل حارس العماره ومسكوها وفضلوا يهدوها ونزلوا فرحانه من البيت. فروحت وهي كل اللي في دماغها تنتقم من السيد ازاي. فضلت تفكر لحد ما لقت حل، وهي انها تروح تكلم عواد جارهم التاني اللي كان بيحبها، وهي للاسف فضلت السيد عليه. وكان عواد ده راجل قوي جدا وطويل ومفتول العضلات، وقالت ان ده انسب حد يعرف يغيظ السيد وكمان يقدر يحميها لو السيد فكر يعمل اي حاجه. وقررت فرحانه انها تتجوز عواد وهي لسه على ذمه السيد. وراحت فرحانه وعواد للمأذون اللي في القريه بتاعتهم اللي كان نفس المأذون اللي جوزها للسيد، وعرفها المأذون وسألها عن السبب اللي جاي علشانه. قالت له انها جايه تتجوز عواد. سألها المأذون هي عايزه تتجوز عواد ليه؟ قالت له ان جوزها اتجوز عليها فهي كمان عايزه تتجوز عليه. فقال لها المأذون ان الشرع محلل للراجل واحده واثنين وثلاثه واربعه، انما الست ما ينفعش تعمل زيه. بس فرحانه من كتر غضبها ما اهتمتش لكلام الشيخ ولا عملت اي حساب للشرع ولا الكلام ربنا، وخدت عواد ومشيت من عند المأذون وراحوا قريه تانيه ما حدش يعرفهم فيها عشان يتجوزوا عند مأذون هناك. وفعلا راحوا للمأذون وما قالولوش ان فرحانه على ذمه راجل تاني وانها جايه تتجوز راجلين على بعض. وكتب المأذون عقد الجواز وخدته فرحانه وهي فرحانه انها تغيظ السيد. وفضلت فرحانه مع عواد في البيت مع اولادها وهي عايزه توصل الخبر للسيد عشان يتغاظ. وفي يوم من الايام جه السيد البيت بعد
بعد ما خلص شهر العسل مع مراته الجديده وقال يجي يشوف عياله. واول ما دخل السيد البيت لقى مراته متزينه ولابسه لبس نظيف وشكلها حلو، وفي راجل غريب قاعد في الصاله. السيد استغرب جدا وراح ناحيه عواد وقال له انت مين؟ عواد قال له انت اللي مين؟ انا في بيتي. السيد قال له ان ده بيته وان دي مراته. فعواد رد عليه وقال له انها كانت مراتك وانها مراتي هي دلوقتي. السيد ما كانش فاهم حاجه لحد ما فرحانه قررت تطلع كل الغل والكره اللي كان جواها للسيد بعد اللي عمله فيها، وطلبت من عواد الراجل القوي انه يربط السيد ويدخله اوضه النوم. وفعلا ربطوا عواد وخدوا لاوضه النوم، وطلبت فرحانه من عواد انه يعاشرها قدام السيد وهو مربوط ومفيش حاجه في ايده يعملها، وفعلا عملوا ده. وبعدها سابوا السيد يمشي، وعواد قال له ما يجيش هنا تاني وانه مش عايز يشوف وشه عشان ما يأذيهوش. خرج السيد من البيت وعينه بتطلع شرار، وقرر ان اللي حصل ده مش هيعدي بالسهل وانه لازم ينتقم منهم، بس قال انه لازم ياخد ولاده الاول. وفعلا في يوم راح عواد شغله وراحت فرحانه لامها وسابت العيال فوق. طلع السيد وخد العيال وهرب وخد مراته الجديده ومشوا من الشقه اللي هم فيها عشان مكانها اتعرف، وراحوا عاشوا في شقه في القاهره. وكان كل اللي في دماغ السيد انه ازاي ينتقم من فرحانه وعواد اللي ما كانوش عارفين مين اللي خطف العيال، بس اتاكدوا لما راحوا للسيد شقته اللي في القريه اللي جنبهم وما لقوش حد فيها. عدت الايام لحد ما في يوم سمعت فرحانه صوت حد بيخبط على الباب، وفتحت لقيت عيل صغير بيقول لها ان عم السيد عايز يقابل فرحانه وعواد في الزريبه اللي قبل الغيط. والسيد كان مكلم ولاد عم مراته الجديده ومتفق معاهم انهم هيقتلوا فرحانه وعواد. عواد بعت واد من اللي شغالين معاه يبص على الزريبه من بعيد من غير ما حد يشوفه ويجي يقول له شاف ايه. الواد رجع لعواد وقال له ان في رجاله كتير دخلوا الزريبه والسيد واقف بره وان العيال اصلا مش معاه. عواد كلم عمه وقرايبه وحكى لهم على كل حاجه وطلب منهم انهم يساعدوه، وانه مش عايز من كل الناس اللي في الزريبه غير السيد بس اللي يبقى عايش. قرايب عواد ورجالته حاوطوا الزريبه من كل حته، من الارض ومن فوق العمارات، ومالوا ازاز جاز وحطوا فيه قماشه وولعوا في القماشه ورموا الازاز كلها على الزريبه. النار مسكت في الزريبه كلها والرجاله طلعت تجري، وفي اللي النار مسكت فيه وفي اللي هرب من النار ورجاله عواد مسكوه، وفي اللي هرب من النار والرجاله، وفي السيد اللي رجاله عواد فضلوا يجروا وراه وما عرفوش يمسكوه لحد ما اختفى بين الغيطان والزرع. ورجع السيد القاهره لمراته وحكى لها اللي حصل، وعرفت ان ولاد عمها في منهم اللي مات ومنهم اللي مش لاقيينه. والسيد كان اتفاق مع مراته ان محدش هيلمس ولاد عمها، فطلبت مرات السيد منه الطلاق وسابت له الشقه ورجعت القريه اللي كانت فيها. واول ما رجعت راحت لفرحانه وعواد وبلغتهم بمكان السيد واتفقت معاهم عليه بعد اللي عمله في ولاد عمها. السيد فضل ملوش اثر هو وعياله لغايه ما في يوم فتحت فرحانه باب شقتها لقيت عيالها محطوطين قدام البيت ومحدش موجود. خدت فرحانه العيال وقالت لعواد. عواد اتضايق من ان السيد بيجي لحد البيت ويمشي ومش عامل اعتبار لاقي راجل في البيت ولا في البلد كلها، فقرر عواد انه يعمل فخ للسيد وجاب الرجاله بتوعه يحرسوا البيت وحوالين البيت كمان. لحد ما في يوم لقوا راجل جاي الفجر وطالع العماره، والراجل ده كان السيد اللي جاي يزور ابوه وامه اللي ساكنين في اول دور. وكانت ام السيد عندها مرض في القلب وابوه كان قعيد، فكان السيد بيروح لهم كل فتره في الليل يطمن عليهم. واول ما دخل السيد العماره حد من الرجاله مسكه وفضل ينده على عواد عشان ينزل ويقولوا له انهم مسكوا السيد. عواد اول ما نزل مسك السيد من شعره وفضل يشتم فيه وطلب من رجالته انهم يسيبوا له السيد لوحده ويمشوا. فضل عواد يفكر السيد باللي كان بيعمله فيه وان السيد على طول كان شايف عواد اقل منه، وحتى البنت اللي حبها عواد اللي هي فرحانه خدها السيد منه برضه. لكن في وسط كل ده كان السيد طلع السكينه من جيبه وفجاه مغرزها في قلب عواد وتف عليه وطلع يجري لحد ما راجل من رجاله عواد خد باله منه، فضربه طلقه في ظهره من بندقيته وقعته على الارض ميت. ونزلت فرحانه من شقتها وشافت المنظر ده وفضلت تلطم على وشها وتصرخ لحد ما الناس اتجمعوا وطلبوا الشرطه. وفضلت فرحانه في بيتها مع عيالها لحد ما بعدها بسنه ماتت فرحانه، وفضلوا عيالها يتربوا في كل بيت شويه من بيوت البلد. الفيديو ده كتبه احمد يسري وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وعمل الفيجوالز عبد الله محمد ومنتجته مريم فوده. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الفيديوهات الكوميديه، وتعملوا سبسكرايب لقناه فيلم في ال50 على اليوتيوب عشان تتابعوا الملخصات الدراميه. سلام.